الحمد لله. الحمد لله. كانت هي آخر كلمة نطقبها الأب ديالي الله يرحمه قبل ما يموت في ليلة الجمعة 2 رجب 1446 موافق لي 2 شهر 1 2025 مع 2 ديال الليل. لبست حوايجي وخارج من الدار للصيدلية نشري ليه واحد الدواء، لكن الأقدار الإلهية وقفتني عند الباب. كنسمع اختي كتعيط عليا. ملي رجعت باش نطمئن عليه حسيت بلي ملاك الموت ضيف عندنا ديك الليله. رجعت حدا الاب ديالي وهزيت ليه السبابه ديالو وكنشهد ليه، والعينين ديالو كيشوفوا فيا فحال كيهضروا بلا كلام. كانت اللحظه ثقيله والوقت واقفه، النفس كطلع بصعوبه. كنت باغي نمد يدي ونحبس الموت ونقول ليها لا ما تاخديش مني باقي محتاج ليه، لكن امر الله فوق كل شيء. شفت النور كيتلاشى من عينيه وبقى فيهم سلام غريب، سلام ديال الرحيل. كانت الملامح ديالو مطمئنه بحال كيسمع نداء بعيد في راحه ما بعدها راحه. انا بقلب عامر بالرهبه والايمان حسيت بحال الهواء تغير والروح ديالو كتحلق في سلام خفيفه طالعه للرفيق الاعلى. في ديك اللحظه مبقاتش الدنيا كيف كانت، حسيت بالقرب من الله وحسيت بالحب الكبير اللي كيعيش حتى من بعد الرحيل. كانت ليلة استثنائية في حياتي، صمتها في قلبي بحال شي جرح ما كيبراش. كانت ليلة اللي فيها غاب النور مشى فيها الركن اللي كنت كنتسند عليه. في ذاك النهار ودعت الاب ديالي، ودعت معاه جزء مني. ليلة الجمعة ما كانش بحال باقي الليالي، كانت ليلة غريبة فيها ريحة الفقدان والحزن. كانت السماء كتغطيها غيوم ساكتة بحال حتى هي حاسة بداكشي اللي كان غادي يوقع. وقف الزمن عندي وسكت كل شيء. أب الحانون رجل طيب مشى عند الله. صباح الصباح صوبت إجراءات الدفن وصلناه مباشرة توجهنا به للمسجد باش نصليو عليه في نهار مبارك من أيام الله، نهار الجمعة. تهزات الجنازة ديالو على أكتاف الناس بحال النسيم اللي كيمشي نحو الرحمة. ما كانش مجرد موكب دفن، كان سيل ديال القلوب المجتمعة على الحب والدعاء. دازت الخطبة وصلاة الجمعة، من بعد أنا وفي الصفوف الأمامية وقدامي الأب ديالي حتى كنسمع الإمام كيقول صلاة جنازة يرحمكم الله. جنازة رجل. شداتني التبوريشة، تما كدركت بلي الموت ميزان الحقيقة، آخر دار العدل. في داك الباب غندخلوا منه كاملين بنفس الشكل وبنفس الصمت، نخليو ورا ظهرنا كل شيء، المال الجاه والسلطة حتى الهموم. الحمد لله صلوا عليه جموع خفيرة حتى الأرض بدات كتحس بثقل الخطى وصدق الدموع. حسيت بواحد السكون واطمئنان، وكنت حاسب اللي كيسمع ترتيل الرحمة من أفواه الناس اللي ودعوه. في ذاك النهار حسيت أن السماء كانت مفتوحة، أن الدعاء طالع بنور خاص بحال وعد من عند الله، أن الروح ديالو ما غاديش تمشي إلا المكان أجمل. كملات تكبيرة للأخرى، حملناه مباشرة إلى سيارة نقل الأموات، توجهنا به للمقبرة. كانت آخر لمسة بيني وبين الأب ديالي وأنا كنحط فيه في القبر. كانت آخر لمسة بيني وبين الأب ديالي وأنا كنحط فيه في القبر ديالو، وكنودع في السند ديالي، في الرجل اللي علمني شنو معنى الرجولة والصبر، شنو معنى الحنان، الرجل اللي كان كل شيء كيشهد ليه بالخير والكرم والطيبوبة ديالو. الحمد لله كملت المراسم ديال الدفن، درنا الدعاء ورجعنا للدار. وخا كانت عامرة بالناس لكن بالنسبة ليا ولات خاوية بلا بيه، والنور اللي كان فيها ولا ظلمة وفقد الدفء ديالو. تما كدركت بلي كانوا عندي 2 عوينات باش كنشوف، وحدة فيهم طفات وكانوا 2 بيبان ديال الرضا، واحد فيهم تسد. كنعاود لكم هاد المصيبة ديالي وعينيا غارقة في الدموع بحال عاد البارح مات. من داك النهار كل الجمعة كتفكرني فيه، كل يوم الملامح ديالو ما كتفرقنيش، صوته والطريقة ديال الضحكة ديالو. عرفت شنو معنى الفقدان الحقيقي، وعرفت بلي بعض اللحظات كتقسم حياتك لجوج قبل ما يمشي من بعد ما مشى. الله يرحمك يا أعز الناس اللي غيابك باقي حاضر في كل لحظة من أيامي. اللهم اغفر له وارحمه لجميع المسلمين.
أرحم الله من قال آمين.